أهلا وسهلا بكم، مساء النور، مساء الفل ومساء الحب والمحبة على جميع متتبعات قناة انتي أحلى. أهلا وسهلا بكم حبوبات الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلام. حبوبات اليوم وصفتنا هي لشد ترهلات الوجه والتجاعيد الوجه والبشرة بصفة عامة. حبوبات قبل نمشيو للوصفه، فضلا وليس امرا، المشتركه في القناه تعمل لايك، واللي دخلت جديده تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. مكونات الوصفه: حبوبات خليت فصلت بياض البي فصلت خذيت بيضه وفصلت الابيض عن الاصفر. الاصفر خليته هذا على جنب، ولا الابيض ركضته. خلطت الابيض وحده حتى يعمل الرغوه في صحفه، ماذا بكم تكون بالله. وبعدين ضفتو جيل الالوفيرا النبته اللي ما نستغنيوش عليها، ومعاها واحدة كيس من معاها كيس من النسكافيه القهوة، معاها كيس من القهوة سريعة الذوبان، الكيس صغير، ولا مغرفة قهوة صغيرة أو مغرفة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، مغرفة قهوة معناها. ركضتهم، قلت لكم المرة الأولى حاولت نضرب الابيض بالشوكه حتى اللي يعمل الرغوه باش ينجموا يدخلوا فيه المكونات الاخرى. حبوبات كما قلت لكم، خلطت البيض وحده قبل حتى تتجانس فيه المكونات الاخرى، حتى اللي يعمل لك الكشكوشه ولا الرغوه. وبعدين ضفت له مغرفه ما يقارب مغرفه من جل الالوفيرا النبته، وبعديها زدتها كيس القهوه سريعه الذوبان، كيس صغير والى مغرفه قهوه، وخلطهم مع بعض. وهذايا لشد ترهلات البشرة والتجاعيد أينما كانت، حول الفم، للجفون العلوية وإلا تحت العين، للمفرق هذايا اللي ما بين الحواجب، وإلى التجاعيد الجبين. انا كلمه راوني حبوبات، راو كي نخرج معاكم في الفيديو راني من غير ما نحط مكياج، تراو فيا جمله شويه روج لاذر وكفى بالله، ترى والله ما نحط حتى شيء، لا كريم ولا اي شيء، لاني انا بطبعي ما نحبش المكياج، هذه اختيار مني. ناخذ هذه الشيته والى الفوشه نتاع المكياج، وانت نحطوها في المكون هيك ونحطو وهنا موجودة التجاعيد. مثلا انا حطيت الخليط هذا، حضرته باش نحطو فوق الجفون. كي نحطوه فوق الجفون حبوبات حاولوا ما تحركوش عينيكم، مثلا بكم خليوه 10 دقائق فوق العين حتى تحت العين، يعمل على تفتيح وتبييض المناطق اللي الغامقة، مثلا ترهلات تحت العين. المهم تقعد بها معناها تكون ثابته هكا، ما تقعدش تحرك في جفونك حتى اللي تجف، تخليه حتى اللي تجف وتعاود مره ثانيه. وكان عندك ترهلات كثيره ولا تجاعيد عاود حتى مرتين ولا ثلاثه، فهمتوا حبوبات؟ هاك تخليها تجف وتعاود بعد 10 دقائق تزيد عاود كوش اخر معناها طبقه اخرى. بيض الصفار زاد ما نستغنيوش عليه. ناخذوا الصفار ونضيفوا له المايزينا اللي هو النشاء، ونخلطوهم مع بعضهم والا القهوه، وتحطوه ماسك على البشره لتفتيح البشره، يعمل على تبييض وتفتيح البشره. والا نضيفوا له شويه زبده وتخليوها في الثلاجه كما الكريم، تعملوه يوميا. اذا كان مش تعملوه كريم حطوا له شويه زبده، خلوها الزبده خليها تكون في حراره المطبخ، وتخلطها معاهم، وتحطها زاده هي في حاجه هيك بالنار، وتغطيها وتحطها في الثلاجه وتستعملها يوميا، ما تفوتش 3 ايام. واذا كان باش تعملها ماسك تضيف لها كما قلت لكم مايزينا والا القهوه وتحطها تعمل على تفتيح البشره.
هذايا كي تحطوه ماذا بيكم ما تحركوش الجفن نتاعكم، خليكم ديما هكا ثابتين. تنجم حتى ترتاح تكون على الفرش، تخطوها وتخليها كل ما تجف انت تعاود طبقة ثانية. هذه حبوبات، هذه هي وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. راهي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة، شد الترهلات والتجاعيد، حتى التجاعيد الدقيقة اللي تكون تحت العين. هذه الوصفة فعالة، انا استعملتها، انا اليوم حضرتها لي انا خصيصا. تنجموا تحطوها على الوجه كامل، هاي تجيلك تجاعيد كما تراو فيا وجهي هكا بدون فلتر، ما فيش حتى اضافات ولا مكياج ولا شيء. ها نمسح فمي، ما نمسح وجهي، ما في حتى شيء، تراوها ما فيه ولا شيء. دائما نظهر معاكم بوجهي ما فيه، بالماء نغسله ونخرج. فهمتوني حبوبات؟ ما نستعملش مكياج باذن الله. هاك تراو ما فيش لا تجاعيد لا خطوط دقيقه ولا خطوط رفيعه ولا شيء. هذا كلهم الوصفات الطبيعيه. راهي الوصفات الطبيعيه عندها مفعول اذا كانت واظب عليها. كما تعرفوا هي وصفات طبيعيه يلزم تداوم عليهم. تقعد دائما تكرر الوصفه، والا اذا كان ما مشيتش معاك جرب وصفه ثانيه. لأنهم الوصفات هم طبيعية، وصفات طبيعية تعطي مفعولها بطول المدة، كما أي كريم ولا أي. أنت لما تمشي لطبيب الجلد ويعطيك أدوية مثلا لإزالة التصبغات ولا حتى البقع مثلا الداكنة، تاخذ وقت. تشد مع استعمال الأدوية الجلدية تاخذ وقت، معناها من 3 شهور 6 شهور حتى العام، عام ونصف وانتي تعالج إذا كانت تروح عند الطبيب. ريتها توا تحس، أنا نحس في الجفن متاعي شد، يعني تحس فما شد، هي تعمل على شد ترهلات أينما كانت. قلت لك خاصة الجفن العلوي. توا نزيد نعاود الطبقة الثانية، خليوها 10 دقائق هكا ونغسل. لما تغسل انت تلاحظ التفتيح واضح، تلاحظ اللي النتيجة تظهر لك من اول استعمال. حبوبات، هذه وصفتنا لليوم، جربوها، وصفاتي مجربة وطبيعية. ان شاء الله تعجبكم. تو مبقى لي كان نقول لكم الى اللقاء وتصبحون على محبة.